تخيل معايا كده يا صديقي إن في أماكن على الأرض مش بس صعب توصل لها، دي أماكن لو حاولت تقرب منها ممكن تكون آخر خطوة في حياتك. أماكن الحكومة قافلة عليها، وأماكن تانية الطبيعة نفسها بتحذرك منها. لكن السؤال الحقيقي مش ليه ممنوع نروح، السؤال هو إيه اللي ممكن يحصل هناك؟ ليه في أماكن محدش بيطلع منها؟ وليه في أماكن محدش أصلا مسموح ليه يشوفها؟ هل الموضوع مجرد خطر ولا في أسرار ومحدش عايزك تعرفها؟ النهاردة هاخدك في رحلة لأخطر أماكن موجودة على كوكب الأرض، أماكن البشر ممنوع يقربوا منها، ومش كل اللي حاول رجع يحكي. خليك مركز لأن اللي هتشوفه مش طبيعي. وأول مكان معانا وهي جزيرة نورث سنتينل، دي في قلب المحيط الهندي. هي جزيرة شكلها عادي، فيها رملة وشجر وبحر هادي، لكن الحقيقة إنها من أخطر الأماكن على وجه الأرض. الجزيرة دي فيها قبيلة اسمها السنتلينيين، ناس عايشين بنفس الطريقة من آلاف السنين. مفيش كهرباء ولا تكنولوجيا ولا أي اتصال بالعالم، وأي محاولة للتواصل معاهم بتنتهي بنفس الطريقة: سهام وهجوم مباشر ومن غير أي تحذير. وفي سنة 2018 شاب حاول يوصل لهم، كان فاكر إنه يقدر يتكلم معاهم أو حتى يساعدهم، لكن اللي حصل إنهم قتلوه أول ما نزل الجزيرة. ومن ساعتها الحكومة الهندية منعت أي حد يقترب منهم تماما، حتى الطيارات ممنوع تنزل قريب منهم، كأن المكان متشال من خريطة العالم. الغريب بقى إن في ناس حاولت تقرب منهم من بعيد، وحاولوا يقربوا منهم وقالوا إنهم بيعيشوا بشكل بدائي جدا لكن منظمين جدا، كأن عندهم نظام وقوانين، وأهم قوانين عندهم إن مفيش حد من بره يدخل. والسؤال بقى، هل هم بيخافوا مننا ولا احنا اللي المفروض نخاف منهم؟ وايه اللي ممكن يخلي قبيلة كاملة تفضل معزولة بالشكل ده لمدة آلاف السنين؟ هل هم بس بيحافظوا على حياتهم ولا في حاجة هناك مستحيل حد من بره يشوفها؟ والتاني مكان معانا صديقي وهي القارة القطبية الجنوبية. المكان ده كله تلج وصمت، والقارة القطبية الجنوبية أبرد مكان على الأرض، لكن مش كل حتة فيه مسموح تدخلها. في مناطق مفيش حد بيقرب منها ولا حتى الطيارات بتعدي فوقها بسهولة. العلماء هناك بيشتغلوا على أبحاث سرية، محطات كاملة مقفولة ومعزولة، مفيش صور واضحة ولا معلومات كافية. بس اللي معروف إن تحت الجليد ده في عالم تاني، ومن آلاف السنين والتلج بيغطي كل المكان، ومدن قديمة وكائنات وأسرار محدش يعرفها. وفي بحيرات كاملة مدفونة تحت الجليد، ومياه معزولة عن العالم من ملايين السنين. تخيل كده، ممكن يكون فيها إيه؟ حياة مختلفة ولا كائنات عمرها ما شافت نور الشمس؟ والأغرب إن في ناس بتقول إن في إشارات غريبة اتسجلت من هناك، مش طبيعية ومش مفهومة. وفي لقطات أقمار صناعية قالوا إنها بتوضح أشكال غريبة تحت الجليد، لكن فجأة الصور دي اختفت. كانت في حد مش عايز حد يشوفها. السؤال بقى، هل القارة دي مجرد تلج ولا هي أكبر سر على كوكب الأرض؟ ولو الجليد ده بدأ يدوب، إيه اللي ممكن يطلع للنور؟ وتالت مكان معانا صديقي وهي مكان اسمه تشيرنوبل، ودي مدينة الحياة وقفت فيها فجأة. في سنة 1986 حصل انفجار نووي كارثي، في لحظة كل حاجة اتغيرت. تشيرنوبل بقت مدينة أشباح، مفيش ناس بس بيوت ولعب أطفال وذكريات. كأن الزمن وقف فجأة، والناس سابت كل حاجة وراها، هدوم وأكل حتى صورها، ومشيت من غير ما تبص وراها. الإشاعة لسه موجود، مش بيتشاف، بس أخطر من أي حاجة. تمشي في المكان تحس إن في حاجة غلط. الهدوء تقيل، مفيش صوت غير صوت الهوا وهو بيعدي بين المباني المكسورة. لكن الغريب بقى إن في ناس دخلت المكان رغم التحذيرات، وقالوا إنهم سمعوا أصوات خطوات حاجة بتتحرك من غير ما حد يشوفها. وفي ناس أقسمت إنهم شافوا ظلال، حاجات بتعدي بسرعة وتختفي. وفي حكايات عن حيوانات اتغير بسبب الإشعاع وبقت أغرب وأخطر، كأن المكان مات، بس في نفس الوقت في حاجات عايشة جواه، حاجات مش طبيعية. والسؤال هنا، هل الإشعاع بس هو اللي خلى المكان مرعب ولا في حاجة تانية حصلت في اليوم ده ومحدش اتكلم عنها؟ ولو دخلت هناك لوحدك، هل هتخرج ولا هتبقى جزء من المدينة اللي محدش بيرجع منها؟ ورابع مكان معانا وهي المنطقة 51، ويعتبر من أكتر الأماكن غموض في العالم. المنطقة 51 يا صديقي قاعدة عسكرية، بس محدش عارف إيه اللي بيحصل فيها.
في قلب صحراء نيباديا، مكان فاضي مفيش فيه أي حاجة، لكن أول ما تقرب هتلاقي نفسك تحت المراقبة، كاميرات وحراس وطائرات من غير طيار. المكان متأمن لدرجة إن محدش يقدر يقترب منه، لأنك لو قربت منه ممكن يعرضك للخطر فورا. مفيش لافتات كتير، بس في تحذير واحد واضح: ممنوع الاقتراب. والغريب إن السرية دي كلها مش ليها تفسير واضح. في ناس بتقول إنهم بيجربوا طيارات متطورة أسرع من الصوت وأذكى من أي تكنولوجيا معروفة، بس في ناس تانية بتقسم إن الموضوع أكبر من كده بكتير. حكايات عن أضواء غريبة من السماء وأجسام بتتحرك بسرعة مستحيلة، وفي شهود قالوا إنهم شافوا مركبات مش شبه أي حاجة على الأرض. وفي تسريبات اتقال إنها من ناس اشتغلت هناك بتحكي عن كائنات مش بشر وأجسام غريبة اتجابت من حوادث سقوط غامضة. لكن كل مرة المعلومات دي بتختفي، كأن في حد بيمسح أي دليل. والسؤال بقى، هل المنطقة 51 مجرد قاعدة عسكرية، ولا هو مكان بيخبي أسرار ولو اتكشفت هتغير كل اللي احنا عارفينه في العالم؟ ولو الحقيقة هناك فعلا، هل احنا مستعدين نعرفها؟ واخر مكان معانا في الفيديو يا صاحبي النهارده وهي جزيرة الافاعي. جزيرة شكلها طبيعي، شجر وصخور وهدوء، لكن الحقيقة انها واحدة من اخطر الاماكن في العالم. جزيرة الافاعي مليانة الاف من انواع التعابين. تعابين سمها اقوى من اي حاجة ممكن تتخيلها. لدغة واحدة بس كفيلة انها تقتل انسان واحد في دقايق، وفي بعض الحالات السم بيسيب الانسجة كلها. عشان كده الحكومة البرازيلية منعت أي حد يدخل الجزيرة. مفيش سياحة، مفيش رحلات. المكان ده مش محتاج حراسة، الطبيعة نفسها كفاية تحميه. لكن المرعب بجد إن التعابين هناك مش بس كتير، دي في كل حتة، على الأرض، على الشجر، حتى حوالين الصخور. مفيش خطوة تاخدها إلا فيها خطر. وفي قصص بتقول إن في صيادين حاولوا يقربوا وبعدها اختفوا، ولا حد شافهم تاني. كأن الجزيرة بترفض أي حد يدخلها وتتخلص منها فورا. والسؤال بقى، هل دي مجرد جزيرة مليانة تعابين، ولا مكان اتساب للطبيعة تحكمه بقوانينها؟ ولو دخلت هناك هتقدر تخرج، ولا هتبقى مجرد قصة تتحكي عن حد اختفى ومحدش لاقيه؟